صينية الرقاق، صينية العيد اللي طبعا ما يعديش العيد الا لما نعملها كلنا. النهاردة هقدمها لك بطريقة بسيطة جدا. طعم خرافة، منظر روعة زي ما انت شايفة بالشكل ده. صينية يعني كده ايه، حاجة حكاية فوق الوصف. تعالي النهاردة هنقدمها لك بأسهل طريقة وألذ طريقة، حتى لو كنت لسه داخلة المطبخ جديد وبتتعلمي. تعالي كده تابعي الفيديو للنهاية وهتعرفي كل حاجة عن صينية الرقاق بتاعة العيد. كل سنة وانتم طيبين. اولا هجيب كده لفة من الرقاق معايا، سواء انت عاملاه في البيت او جايباه جاهز من بره. طبعا انا جبت لفة الرقاق دي، لقيتها طبعا ايه فيها رقاق من فوق الوش كده ايه متكسر. ولا يهمك ولا تحملي اي هم. هنجيب كده صينية نحط فيها بولتين كبار من الشوربة، بولة كبيرة من اللبن، وطبعا كل ده يكون سخن مش بارد، ومعاها كده معلقة كبيرة من السمنة البلدي. هتحطيها وتدوبيها كويس، وهي طبعا مع سخونة الشوربة واللبن هتسيح كده تدريجيا. هجيب بقى الصينية كده اللي هشتغل فيها، وهدهنها كده بمعلقة من السمنة البلدي، دهنة كويسة كده علشان ابدأ ان انا ايه ارص فيها الرقاق. هجيب بقى الرقاق بتاعي كده، اشربه بالشوربه كويس قوي واركنه كده ايه على جنب. هجيب اول حاجه هجيب رقاق كده من الرقاق السليم، وابله كده بالشوربه، وبعدين ابدا ان انا ايه احطه في الصينيه. اي حاجه بقى متكسره تقابلك في الطريق هتحطيها في النص علشان ما تفرفتش معاكي من فوق او من تحت. كده شربنا الرقاق بالشوربه وحطيناه كده بالشكل ده. لو لسه كده ما طراش معاكي، هتسيبي الطرف اللي فوق الوش ده لحد ما يطرى، وبعدين تتنيه علشان ما يتكسرش منك. وهجيب كده اي رقاق متكسر هحطه كده في الوسط بالشكل ده. هشرب بقى باقي الكميه، هحط 5 رقاقات تحت و5 رقاقات فوق، وهيبقى في نصهم الحشوه. طبعا لو انتي حابه تعملي 4 4 أو 3، حابة تعملي 4 أو 3 مفيش أي منع، بس أنا بحبهم أن أنا أحط 5 رقاقات ما بين كل صف والتاني علشان تبقى ماسكة نفسها. أنا كده حطيت ال5 رقاقات بالشكل ده، وحطيت أي حاجة متكسرة مني في الوسط. وما بين كل طبقة والتانية طبعا بعمل بدهن الطبقات سمنة علشان تورق معايا وما تبقاش مكتومة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. جبت بقى كده كمية اللحمة اللي احنا عصجناها، وطبعا احنا عصجنا اللحمة مع بعض في كذا فيديو، وهبقى اسيب لكم الرابط بتاع تعصيج اللحمة في صندوق الوصف تحت. هنرصها بالشكل ده، وهبدا ان انا اكبس عليها بالمعلقة علشان ما تبقاش مفرولة معايا وما تدلقش من الرقاق لما تقطعيه. اهي بالشكل ده. وابدا اجيب معلقة من السمنة البلدي وارشها كده، وابدا بقى اعمل الطبقات التانية. وزي ما اتفقنا اي حاجة مكسرة هتبقى من تحت، والسليمة هيبقى من فوق الوش. 5 من فوق و5 من تحت، وزي ما انت حابة بالطريقة اللي انت عايزاها، سواء عايزة 3 طبقات او 4 طبقات. هندهن بقى زي ما قلنا، هندهن طبقات الرقاق ما بين كل طبقة والتانية معلقة من السمنة علشان تورق معايا. واستنى برضو لما الرقاق تطرى خالص وبعدين اتنيها. اهي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هتفضلي تدهني كده وتشربي. اهي ده كان اخر صف معايا. تنيت التانية لتحت ودهنته كده بالسمنة البلدي من فوق الوش، وبعدين ابدأ ان انا اقطعه قبل ما ادخله الفرن علشان لو طلع معايا مقرمش من فوق ما يتكسرش معاكي، بتقطعيه وهو طري. هبدأ اقطعه بقى كده مربعات كده بالشكل ده وهتقطعيه بالحجم اللي انت عايزاه. لو حابة ان انت تقطعي المربعات كبيرة قطعيها، حابة تقطعيها صغيرة قطعيها. كده قطعناها بالشكل ده. ابدأ ان انا هجيب كده يعني ربع كوباية من التشريبة اللي انا كنت ببل بيها الرقاق، واحطها كده فوق الوش، وبعدين ادهنها سمنة تاني، وابدأ ان انا ادخلها على الفرن. والفرن يكون سخن معايا، ما ادخلوش على فرن بارد، يكون حرارة هادية يعني 180. واولعه من فوق ومن تحت، واحط الصينية على الشبكة من الوسط.
واسيبه كده لحد ايه ما يتحمر من فوق الوش ومن تحت، وبعدين ابدا ان انا ايه اطلعه، وبعدين اغطيه بورق فويل واسيبه كده 10 دقايق علشان ايه ما ينشفش معايا ويبقى محجر. وبعد كده بطلعه. ودي كانت الصينيه قدامكم، ادي النتيجه قدامكم كانت بالشكل ده. كانت جميله جدا وتحفه جدا. ابدا ان انا ايه امشي كده بالقطعه دي ما بين الوسط كده اللي انا مقطعاه علشان اتاكد ان هو اتقطع واتخلص من بعضه تماما. ادي كده طلعناها بالشكل ده. جميله جدا يا جماعه، متحمره، لونها كان تحفه بصراحه، ومش مكتومه، طريه من جوه ومقرمشه جدا من بره. شايفين؟ ولونها كمان كان تحفه، واللحمه المتعصجه ما كانتش بتفرفت منها ولا اي حاجه. جميله جدا، ده غير الطعم. وادي الشكل كمان. تقدري تقدميها كده على سفرتك وتحطي معاها كده القشطه زي المطاعم ما بتقدمها بالظبط. لو وصلتي معايا لحد هنا انزلي كده اعملي لايك للفيديو واعملي اشتراك في القناه علشان كل ما انزل فيديو يوصلك، واعملي فعلي الجرس. تابعيني كده يوميا، هنزل لكم كل يوم فيديو.